وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال: 19. قيل: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17. قيل: فأيهم كانت أول؟ قال: العسيرة أو العشير. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره. رواه البخاري. وعن رفاعة بن رافع الزرقي وكان ممن شهد بدرا قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. رواه البخاري